الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وعلى خير. إذا شاء ربنا عرف مشيئة الرحمن. وإن كان من وصية أخيرا فما فيش أعظم من وصية المولى عز وجل لنا بالنساء بتقوى الله في النساء وبالأرحام التي نشأت عن الزواج. الوصية موجودة في صدر سورة النساء. قال عز من قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها أمنا حواء عليها وعلى أبانا آدم السلام، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. طبعا كفى بالله رقيبا. الوصية الثانية وهي وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم. أخبر وأنبئ عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفقا بالقوارير. يوم النساء من قوله تعالى: وقرن في بيوتكن رفقا بالقوارير. وأخبر وأنبئ عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إلى أن وصل صلى الله عليه وسلم: والزوج راع وهو مسؤول عن رعيته. الزوجة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. وأخبر وأنبئ عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: أوصيكم بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، إلى آخره. بارك الله لكم. قولوا معي: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وعلى خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وعلى خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وعلى خير.